هذا إقليم كردستان العراق، وهذا جدار سياسي ثقافي إعلامي يفصل بينه وبين بقية العراق. سياسيا هنا يحكم مسرور بارزاني اللي صار له شي 10 أيام رايح لواشنطن يسوي اتفاقيات ويا أمريكا لتحسين قطاع الطاقة والتجارة بالإقليم. وواحدة من أهداف الزيارة اللي تهمك أيها المواطن المصموت من الحر هو أن تلغي المولدات بالإقليم وتصير الكهرباء 24/24. أما هنا فأكو حكومة اتحادية برئاسة محمد الشياع السوداني، واللي صار له شي 4 سنين ملتهي بشراء النواب والإعلاميين والبيجات وطمطمة ملفات فساد وتوزيع العقود على سرمد الخنجر وأشباه سرمد الخنجر. وبآخر كم شهر اتبع سياسة انثر الحنطة على رؤوس الجبال كي لا يقال إن لبنانيا أو سوريا أو تونسيا جاع في زمن السوداني. هذا هو الفرق السياسي بين حكومة الإقليم وحكومة الاتحاد. فإقليم صغيرون جاي يسوي اتفاقيات ويا دولة عظمى، ودولة مثل العراق جاي تنثر بهاي التنازلات حتى بس العرب يرضون يجون للقمة وتتحسن العلاقات. أما اجتماعيا فهنا أكو ناس تحب وطنها وضحت جيل ورا جيل حتى يوصلون لهذا المستوى. هنا اكو ام واب يربون اطفالهم على اهميه الصوت واهميه الاختيار، وماكو سياسي يروج لسالفه قوات فيجا، وماكو اعلام ينشر كلاوات قاطع حتى يسقط البارزاني، لان يحترمون عقلهم قبل لا يحترمون عقل المشاهد او المتابع. اما هنا فاكو نسبه كبيره من الرسائل توصلني انه اهلهم ما يقبلون يطلعون البطاقه الانتخابيه، واكو نسبه كبيره لازم تقعد تتوسل بيه وتبوس راسه وتفرك جتوفه واعضاء اخرى حتى بس ما يبيع صوته ب50,000 للفاسد الفلاني. هنا اكو مجتمع شبابي لازم تسوي له حملات حتى يحدث البطاقة، تسوي حملات وتتعب صوتك حتى يطلع بطاقة ويقتنع. اكو مليون شاب مثله هاي أول مرة راح ينتخب بحياته. ركز وياي، مليون مواطن بلغ السن القانوني بهاي الانتخابات وأول مرة يحق لهم ينتخبون، يعني أصوات شبابية تعادل أصوات أكبر حزب بالعراق. وبعد ما تنتهي مسخرة المقاطعة ومسخرة المحبط القاعد بالبيت المنتظر الفرج الإلهي ويتكاسل يروح يجيب بطاقة انتخابية، تجون تبكون بالسوشيال ميديا لأن ماكو شغل أو قانون ما عاجبك أو كهرباء ماكو. يعني لما تبيع صوتك ب50,000 يا الفقر يا ابن الفقر، ما تفكر انه العلف بهذا المبلغ ما يكفيك ال4 سنين؟